مرحبا، معكم خديجة خبيرة التجميل والحلاقة والتنحيف. اليوم غنهضروا على انواع البشرة باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع البشرة ديالنا. انواع البشرة 5، منها البشرة المركبة، وهذه البشرة المركبة كتكون كتجمع ما بين البشرة المختلطة والجافة، وكتجمع ما بين البشرة المختلطة والبشرة الجافة، وكتجمع ما بين البشرة العادية والبشرة الحساسة، وكتقدر تغير مع مرور الوقت حسب كمية الماء اللي فيها وحسب كمية الدهون اللي فيها. كاينه البشرة العادية. البشرة العادية كتكون طبيعية وكتكون متوازنة، وهي ما كتكونش ناشفه بزاف، ما كتكونش جافه بزاف، وما كتكونش دهنيه بزاف، ما كيكونوش فيها العيوب، المسامات ديالها ضيقه، وبعض المرات ما كتبانش لك كاع المسامات، ما كتجيهاش الحساسيه. هذه البشره دائما متالقه ونضره، كتكون عند الاطفال. هذه البشره هذه كيمتازوا بها الاطفال، وكتكون عند الناس اللي في سن 20 وحتى 30. من بعد كتبدا تغير هذه البشره. كاع جميع انواع البشره كتبغي العنايه. كاينه البشره المختلطه. المختلطه هي اللي كتجمع ما بين البشره الدهنيه والبشره الجافه. البشره الدهنيه كتكون عندها في هذا الوسط هذا، كتكون في لازونتي، كتكون في الذقن، وكتكون في الانف، وكتكون في الجبهه، وكتكون بعض المرات هنا كتكون شويه كيكون هنا البشره دهنيه، وفي المناطق الاخرى كتكون جافه. هذه البشره كتمتاز بالمسامات الواسعه اللي كتكون فيها، وبالدهون اللي كتكون في لازونتي ديالها، وكتكون فيها الرؤوس السوداء حتى هي. وهاد البشره هذه كتكون اكثريه، كتكون كثيره عند الناس، ما كتكون بزاف الناس عندهم هاد البشره المختلطه. بقات البشره الجافه. البشره الجافه كتكون فيها قشور، تيكون فيها احمرار، كتكون غير لامعه. هاد البشره كتكون غير لامعه، ما كيكونش فيها الحبوب، وهي كتكون محتاجه بزاف للترطيب. المسامات ديالها ما كتبانش، كتكون الملمس ملي كتمسوها كنلقاوها خشنه، ما كتكونش مرنه، كتكونش بحال هكا كتجبد، كتكون قاصحه. ملي كنضحكوا كنحسوا بالوجه ديالنا كيتجبد. كتكون فيها بقع حمراء بعض المرات. هذه البشره هذه دغيا كدير تجاعيد، وتتكون متعرضه بزاف للحساسيه لانها جافه. البشره الدهنيه هي كتكون زيتيه بزاف، كتكون ميدمه، وتيكون فيها حب الشباب، تيكون فيها رؤوس سوداء، كتكون فيها هذا الرؤوس السوداء، كيكون فيها حب الشباب، كتكون المسامات ديالها واسعه بزاف لان فيها الغدد كثيره اللي كتفرز الدهون. كتكون بزاف عند في سن المراهقه، عند الشبان اللي في سن المراهقه، وكتكون من سن 17 عام حتى وفوق وما فوق. هذه هي البشره الدهنيه. كتبقى البشره الحساسه. البشره الحساسه دائما كتكون جافه، وكتكون حمراء، كتكون متهيجه، كتعرض دائما للحكه، كتكون كتحرق دغيا بالشمس. ما تنقدروش نسلموا مثلا غير السلام. الا سلمنا على شي حد وكان داير شي كريم ولا شي حاجه كتحسس لينا، درنا شي ريحه ولا هذا كتحسوا منها. شتو الدبانه مشكله مع الدبان. كنديروا كتحسس من الريحه. مثلا اي كريم درناه ليها كنتحسوا منه، اي حاجه درناها ليها كتحسوا منها. وكتكون هذه البشره ما خصناش نبقاو نلعبوا فيها بزاف، ما خصناش نبقاو نديروا ليها كريمات بزاف من غير الكريمات اللي كيصلحوا ليها، والكريمات ضد الحمرار اللي كيصلحوا ليها، وما نديروش ليها كوماج بزاف. سمحوا لي على هذه الدبانه هذه ما خلاتنيش نتكلم. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي، وشكرا على الاستماع.